السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير والله. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناة، وده طبعا مزعلني جدا. كان نفسي استمر وانزل زي الاول كده، كنت بنزل على طول. وفعلا المفروض الواحد لما يكون عنده حاجة بيحبها ما يسيبهاش كده ويفرط فيها بسهولة. انا فعلا فرطت في القناة، وده يعني اثر فيا ومزعلني. بس انا نفسي ارجع تاني، والله ادعولي ان انا ارجع تاني وانزل فيديوهات، ولاني فعلا القناة دي بالنسبة لي جزء مني كده وانا بحبها جدا. ودايما اخش واشوف الفيديوهات بتاعتي وبتمنى ان انا استمر وابتدي انزل تاني باستمرار. ادعولي بقى. آه، بصوا، هو الفيديو النهارده زي ما انتم شايفين انا طبعا عملت المحشي معاكم في القناة. بس حبيت ان انا اصور بقى كده عشان عايزه ارجع تاني معاكم وتفتكروني. وترجعوا تاني تشوفوا فيديوهاتي، الناس طبعا القليله اللي بتتابعني. آه انا مبسوطه جدا ان انا بعمل الفيديو ده. ومبسوطه جدا للناس اللي بتستنى فيديوهاتي وبتتابعني، حتى لو 2 3. انا مبسوطه بيهم جدا. ومبسوطه بدعمهم ليا قوي قوي بجد. ربنا يبارك فيكم كده وان شاء الله استمر باذن الله. شايفين طبعا المحشي وجماله، وكلنا بنعشق حاجه اسمها محشي يعني. طبعا النهارده يوم المحشي العالمي بالنسبه لي، يعني عملته بكل حاجته، يعني بتنجان والكوسه والفلفل والكرنب. قلت اعمل بقى بدل هنعمل محشي نخش في كله بقى. الكرنب الجميل اللي انتوا شايفينه ده انا بحب اعمله كده يكون صغير، وزي ما انتوا شايفين كده يعني الصباع على قدنا كده وجميل. رصنا بقى الفلفل الجميل بالوانه الجميله، الاخضر التحفه ده. مش قادره اقول لكم على جميله وشكله. عملت جنبه ايه بقى؟ عملت جنبه لحمه بالبصل اليخني الجميل اللي انا بجد بعمله بطريقه فعلا خطيره وطعم رهيب. انا بحب اتبل كده البصله زي ما انتم شايفين، يا دوبك تبقى لونها ذهبي جميل كده، وتنزلي عليها بقى بشرايح توم، تقشريه كده او تبشريه بالمبشره الصغننه. بس انا بحب احس بالنكهه بتاعته، فبحب اقطعه شرايح. فلفل بقى رومي، عندك الوان، والجزر بقى اللي بيخلي طعم اللحمه تحفه. لا غنى طبعا عن السبع بهارات، تحطي 7 بهارات خطيره. البابريكا المدخنه معلقه كده منها تدي لون حلو جدا للحمه وتدي طعم حلو. معلقه فلفل اسود، والملح بتاعك ظبطيه بقى زي ما انت عايزه، ومرقه دجاج. بس كده، دي التوابل. نقلب بقى عشان ندخل الطعم ده كده يقعد ايه، ياخد من بعضه. نقلب كل الخلطه دي كده مع بعض الجميله اللي انتوا شايفينها دي. وننزل بقى باللحمه المسلوقه اللي انتوا شايفينها كده مسلوقه حلوه قوي. وننزل نحطها بقى على الخضار الجميل ده، ونبتدي نقلب علشان كله ياخد من الطعم الجمال كله. تنزلي بقى بشويه ميه مغليه. آه ولو عندك بقى الشوربه حطي برضو شوربه، شويه شوربه وحبه ميه مغليه، حابه تخليها شوربه بس حطي شوربه بس، بتبقى رهيبه. الجلاش بقى الرهيب بتاعنا بقى، الجلاش اللي ملوش حل. مين ما بيحبش الجلاش يا جماعه؟ الجلاش ده من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي كلنا بنحبها. حطيت بقى، رصيت حطيت كده رقين، بحط رقين من ورق الجلاش في صينيه كده مدهونه زبده. وبعد كده نحط اللحمه المفرومه. بحب بقى اظبط الحشوه بتاعتي. حطيت طماطم، حطيت فلفل زي ما انتم شايفين، فلفل وطماطم وجبنه موتزاريلا. ادي الحشو عندك بقى زيتون مخلي، حطي اي حشو عندك بقى، ظبطي الصينيه حشوتها عشان يطلع معاكي رقاق تحفه. نبتدي ننزل برضو بورقتين كده من الجلاش زي ما انتم شايفين زي كده. وبعدين نبتدي ندهن كده بالزبدة، ما بين كل ورقتين ندهن زبدة. وبعدين نقطع الجلاش تقطيع اللي انتي شايفاها دي كده، وبعدين نبتدي برضو ندهن زبدة. هنعمل ايه تاني؟ طبعا بعد ما ندهن الزبدة احنا بندخلها الفرن. انا بدخلها الفرن يا دوبك تتشمع في الفرن، وبعد كده بطلعها وابتدي اعمل لها بقى ايه التسقية بتاعتها علشان يطلع معاكي حلو ومورق كده، ويبقى مقرمش من بره كده وطري من جوه. جبت بيضايه نزلت عليها كده بسنة فلفل اسود وبرضو سنة ملح وقلبتها، وبعد كده ننزل عليها بشوية لبن. هو ده بقى اللي هيخلي الجلاش جميل قوي وطعمه حلو.
ننزل بقى بالخلطة الحلوة دي كده على الجلاش وندخلها بقى الفرن تكمل السوا بتاعها. تعالوا بقى نعمل الملوخية الحلوة بقى ام عرق حلو واللون الاخضر. انا هنا بحب ادق التوم قوي في الهون، بيبقى ناعم وجميل، انا بحب كده. نجيب بقى معلقه كربوناتو عشان تخلي اللون بتاعها اخضر وتبقى العرق بتاعها حلو، ونحط سنه كده نص الثوم في الملوخيه، وبعد كده نربها ونسيبها شويه. نجيب بقى ميه على الشوربه قصدي على النار، وبعد كده تسخن، ننزل مرق الدجاج وننزل بالملوخيه ونديها تقلبتين زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك ما تغليش، يا دوبك تطلع كده زي ما انتوا شايفين كده، ما تغليش. وتمام قوي كده نبتدي نعمل الطشه بتاعتنا. ده بيكون شكلها كده زي ما انتوا شايفين، اوعي تغلي منك. نبتدي نعمل بقى الطشه بتاعتنا. نجيب بقى الطاسه ونحط معلقتين زبده حلوين كده وننزل عليهم ببقيه الثوم، ونحط بقى الكزبره الناشفه اللي هتخلي ريحه الملوخيه في حته تانية. نقلب بقى كل ده كده مع بعضه لغايه ما تاخد اللون الذهبي الجميل، وعلى طول بقى الطش على الملوخيه. حاسبوا بقى الريحه وجمالها. عايزه اقول لكم طبعا ان النور قطع، معرفتش اوريكم الاكل بعد ما استوى، بس طبعا انتوا عارفين هيبقى عامل ازاي. احب اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. مع السلامه.